اليوم غادي نوريكم كيفاش تبتوا لينكس مينت واجهة سينامون مع تقسيم القرص. أول حاجة دخل لموقع لينكس مينت الرسمي وحمل النسخة ديال سينامون، راه هي سهلة وكتشبه الويندوز. من بعد خاصك USB وشي برنامج بحال بالينا اتشر ولا ريفوس. كتحل البرنامج، كتختار ملف الاي اس او، كتختار اليو اس بي وكدير ستارت. راه اي حاجه في اليو اس بي غادي تحيد. منين تسالي طفي الحاسوب وشعلو، وباقي كيشعل ضرب على F12 ولا F9 ولا AUST على حساب الجهاز ديالك باش يطلع ليك بوت منيو. اختار اليو اس بي. ضروري نكليكيو على ستارت لينكس مينت. دابا غادي يطلع ليك لينكس مينت، تقدر تجربو شويه. إلا عجبك وخدام مزيان دير دبل كليك على انستال لينكس مينت. اختار اللغة الإنجليزية أو أي لغة مفضلة ليك. اختار اللغة ديال الكيبورد. ضروري من الكودكس. إلا بغيتي تزيد تبيت النظام على كامل القرص، يمكن لك اختيار Erase Disk and Install Linux Mint. ضروري تمشيو ل Something Else. لكن أنا اليوم غنثبت لراسي. مثلا عندي جزء فيه داتا ما بغيتش يتمسح وهو بنوع NTFS. المرة الجاية إن شاء الله نديرو فيديو على تثبيت ودول بوت لأصحاب الميمدوز. هنا غنديرو بارتيسيون ديال EFI، نعطيها 1 جيجا باش نكون مهني، لأن هاد لا بارتيسيون ما يمكنش تعدل على المساحة ديالها من بعد. إلا ما عندكش EFI ما ديرش هادي. دابا غنديرو السواب اختياريه، اولا اللي عنده الموارد ضعيفه شويه كندوي على الذاكره الحيه. كاين اللي تيقسم حتى مجلد الروت والهوم الى اخره. منين سالينا نأكدو على install now. شفتوا هاو التقسيمات؟ ما قصتش هذيك ال NTFS اللي هي مثلا ديال الداتا. نتأكدوا مزيان قبل ما نأكدوا. تنبيه للناس اللي ما عندهمش AFI، هذيك partition ديال النظام تزيدوا ليها في الفلاج بوت. سير على الله. نختاروا الوقت ديالنا إلا ما تعرفش عليه. نعمروهم باسم الحساب وكلمة السر واسم الجهاز.
Restart now. ها هي نافذة الترحيب ديال مينت. نشوفوا الخطوات. ديسكتوب كولرز كالعادة نايت مود. دابا تايم شيفت شفناها قبل، أداة كتحمي بها البيانات ديالك إلا في حالة حدوث مشكلة. أداة من خلالها نتعرفوا ونثبتوا تعريفاتنا. كيوصيونا على التحديثات. كل شيء التعديلات الخاصة بنا هنا. هنا المتجر. نخدموا الفايروول شوية ديال الحماية. نشوفوا التطبيقات اللي جايين مع لينكس مينك. ففي اكسسوارز كنشوفوا اغلب التطبيقات اللي تيجيو مع الواجهه نوم. هذا غيكون نيمو كيجي مع سينامون وهو تعديل على نوتيلوس فيرسيون 6.45. واربينيتر تطبيق زوين. شحال من واحد محتاج يرسل الآخر في نفس الشبكة بلا انترنت، وخصوصا إلى تقطعات. كاين حتى على أندرويد وويندوز. بيتيكس مستعرض صورة زوين. دروينج للرسم. فايرفوكس كبراوزر الافتراضي. ماتريكس تطبيق للشات بين ناس لينكس باش يتعاونوا. فايرفوكس كبراوزر الافتراضي. ترانسميسيون لتحميل الملفات تورنت. ويب ابس باش ترد تطبيق يخدم مباشرة بلا ما تحس أنه سحابي. من طبيعة الحال في الأوفيس موجود ليبروفيس.
تنفضل هذا على توتيم اللي كيجي مع واجهة نوم. هيبنوتيكس تيخدم شي قنوات تلفزية. تطبيقات خاصين بإدارة الجهاز، يعني خاص صلاحية الروت. كل شي تطبيقات تلقاهم تما، من Gparted، Udisks، Users and Groups، Software، Timeshift.